أعربت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عن ثقتها بالفوز في السباق الرئاسي بغض النظر عن نتائج استطلاعات الرأي. And here is my pledge to you. As your president, I pledge to seek common ground and common sense solutions to the challenges you face. Everything Kamala says is a lie. She has no vision, no ideas, she has no solutions. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نناقشوا واحد الموضوع مهم اللي خاصك تعرف عليه بزاف ديال الحوايج. الانتخابات ديال امريكا كتعرف فهاد الفتره واحد المنافسه اللي كبيره بزاف بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، وكل واحد فيهم كيقلب على باش يربح اصوات كثيره ديال الولايات الحاسمه في الانتخابات. خاصك تعرف باللي في هاد الانتخابات كاينين واحد جوج ولايات اللي مهمين وكيلعبوا واحد الدور كبير في هاد التصويت، اللي هما ولايه بنسلفانيا وكارولينا الشماليه، هما اللي غادي يحددوا المسار ديال هاد التصويت. على حسب اخر مستجدات ديال الراي العام، فراه دونالد ترامب تقدم بشويه على هاريس بشي ولايات، وفي الولايه ديال ميشيغان فراه عندهم تعادل بجوج. هذا الوضع اللي كيبين الاهميه ديال النسبه ديال كل صوت اللي غادي يحدد المسار ديال هاد الانتخابات، وغادي يزيد يكبر النسبه ديال المنافسه. قبل لا نبداو ما تنساش دير لي واحد لايك وكومونتير اللي تسيبورتيني بهم، وكملوا الفيديو. هادشي علاش بغيتك تركز معايا مزيان، غادي نتعمق انا وياك في التفاصيل ديال هاد الحمله الانتخابيه، وغادي نعرفوا مزيان الاستراتيجيات اللي خدامين بها في الحملات ديالهم، ونشوفوا حتى الاجواء اللي بين الناخبين، ونعرفوا حتى التحديات اللي كيواجهها الامن ديال هاد الانتخابات هذه. هادو اخر الاخبار على المناظره ولا الديبه اللي كانت بين ترامب وهاريس. المناظره كان فيها واحد الحماس بزاف، كان كل واحد فيهم تيحاول يبين النقاط ديالو. ترامب في الديبه ديالو كان كيتكلم على الازمات الاقتصاديه وكيتهم هاريس بلي راه ما عندهاش شي حلول اللي واضحه. Everything Kamala says is a lie. She has no vision, no ideas, she has no solutions for anything. In fact, all she can talk about, this was the other night, they'd ask her a question, say, Donald Trump did this, Donald Trump did that. ومن الجهه الاخرى هاريس هي اللي ردات عليه بلي السياسه ديالو هي اللي خلات الوضع مأزم وخايب. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. وركزت على حقوق المواطنين والعداله الاجتماعيه. هاد الدابا اللي داز الشهر تقريبا دابا بينات المنافسه الكبيره اللي بيناتهم، وكاينين الناس اللي كيتسناو اجوبه واضحه على قضيه في حال الصحه والتعليم ورا المناظره. الاستطلاعات ديال الراي بينات بلي ترامب عنده واحد التقدم صغير، ولكن هاريس كتواصل الجهد ديالها باش تربح دعم كبير. في هذا الوقت اللي كلشي مركز على الانتخابات، خاصنا ضروري نعرفوا شكون هما الولايات الحاسمه. على حسب اخر الارقام كنقدروا نشوفوا بلي ترامب عنده واحد التقدم في شي ولايات بحال بنسلفانيا وكارولينا الشماليه، حيت بزاف ديال الناس كيتسحاب لهم النتيجه غادا متقاربه ولا متعادله. نقدروا نعطيو مثال باستطلاعات ديال الراي في بنسلفانيا اللي كتبين ان ترامب عنده واحد التفوق ديال فرق صغير بزاف، الحاجه اللي كتخليه ياخذ الدعم من عند الناخبين اللي كيحسوا به كيمثل القضايا اللي كتمثلهم. اما بالنسبه للولايه ديال ميشيغان فراه كنقدروا نشوفوا التعادل ديال الاصوات بين ترامب وهاريس، الحاجه اللي كتخليها من اكثر الولايات حساسيه واللي غادي يكون عندها واحد التاثير كبير على النتائج النهائيه. الولايه ديال ويسكونسن كنلقاو هاريس عندها واحد الفرق صغير، والحاجه اللي كتبين لينا باللي كاينه منافسه كبيره هنا. في الاخر هاد الاستطلاعات ديال الراي كيبقاو غير ارقام، ولكن هي مؤشرات كتبين لنا الاتجاهات الحاليه والحاجه اللي مخوفه الناخبين بزاف، وهذا الشيء اللي كيخلي كل ولايه حاسمه. بالنسبه للجمهور باش نشوفوا الحاله النفسيه ديالو، غادي نلقاو واحد الحاله ديال الستريس والاحباط اللي مسيطره على بزاف ديال المواطنين الامريكيين. بزاف ديال الناس خايفين من المعلومات الغالطه واللي غادي كتزيد بواحد الوتيره كبيره، الحاجه اللي غادي تخليها تاثر على المصداقيه ديال هذه الانتخابات. مجموعه ديال الناس كيعبروا باللي هما خايفين من الاحتماليه ديال وقع عنف في الولايات الرئيسيه، حيت ديما الفتره ديال الانتخابات كتكون واحد الفتره اللي هي حساسه بزاف وكتخلي الناس متوترين. فراه هذا القلق والخوف كيرجع للتجربه اللي دازت من قبل، حيت البلاد كانت عرفات فيها عنف ومشاكل اللي عندها علاقه بالتصويت. اغلبيه ما كيرتاحوش للنتائج اللي فيها الاحتماليه، اللي كيخلي تساؤلات على كيفاش كتاثر هذه المشاعر على نسبه المشاركه في الانتخابات. اما بالنسبه للاستراتيجيات ديال الحمله، كنشوفوا باللي ترامب كيركز بشكل كبير على الانتقاد ديال هاريس، كيقول باللي هي كارثه. الخطه ديال ترامب هنا هي انه يبين القوه ديالو لواحد الفئه ديال الناخبين وكيحاول يستهدفهم، حيت هو عارف باللي ما راضيينش على الوضعيه ديال دابا، وكيبقى ياكد لهم على الانجازات ديالو اللي دار باش يربح دعم اكثر.
ومن الجهه الاخرى كنشوفوا هاريس باللي كتحاول تبين راسها كبديل قوي، حيت كتركز على الاهميه ديال القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كتهم الناخبين. واحد من الاستراتيجيات ديال هاريس كتروج واحد الفكره اللي هي ان ترامب كاين غير باش يقضي المصالح الشخصيه ديالو، اللي خلى واحد الفرق كبير في الميساجات ديال ترامب وهاريس. هذا التنافس القاصح بين كل حمله كيتطلب واحد الاستراتيجيات اللي مدروسه باش يتواصلوا مع الناخبين ويوصلوا لاكبر نسبه ديال التاثير. بخصوص الامن ديال هذه الانتخابات، راه الولايات اللي غادا تكون حاسمه توجد لاي احتمالات ديال الاضطرابات، حيت كتعزز التدابير والاحتياطات ديالها وكتحارب حتى المعلومات الغالطه. راه كل نهار كيدوز يقربوا الانتخابات، السلطات كيتاخذوا الاجراءات الصارمه باش يضمنوا السلامه ديال الناخبين والموثوقيه ديال عمليه الانتخاب، حيت كيحاولوا المسؤولين باش يزيدوا من الامن ويضمنوا السلامه والثقه للناخبين ويوفروا لهم واحد البيئه مزيانه للتصويت. وحتى السلطات المحليه والفيدراليه كيتعاونوا بيناتهم باش يبينوا الاهميه ديال حمايه الديمقراطيه وكيحرصوا على النزاهه ديال الانتخابات. هذا التركيز على الامن كيساهم بشكل كبير باش يزيد الثقه بين الناخبين وكيقلل حتى الخوف ديالهم، الحاجه اللي كتزيد النسبه ديال المشاركه ديالهم في الانتخابات. في الاخر غنقدر نقول لكم باللي الانتخابات الامريكيه ماشي مجرد انتخابات عاديه اللي كتكون محليه فقط، راه عندها تاثيرات عالميه كبيره. راه كاع هاد المعلومات والتطورات كتبين لنا بلي الامور في هاد الانتخابات غادا وكتزاد تعقد مع كل نهار كيقرب فيه الاقتراع. واخا تكون من الناس اللي باغيين ترامب ولا هاريس، بصفه عامه نقدر نقول لك ان هاد الانتخابات عندها واحد التاثير كبير على السياسه الامريكيه والدوليه. ولا كنتي وصلتي معايا حتى لهنايا، بغيت نقول لك باش تخلي لي الراي ديالك في الكومنتات على الانتخابات الامريكيه وشنو هو التاثير ديالها علينا حنا كمغاربه. وشكرا.